السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنروح عند ماما باذن الله، وهوريكم السكة عاملة ازاي، واحنا لما بنمشي بنستعد ازاي، وهاخد لكم جولة بيت بابا ان شاء الله. انا حبيت بس اصبح عليكم من قدام الورد بتاعي اهوت. بيفتح ما شاء الله وشكله حلو خالص. الورد بيجيب الريحان ده ريحته حلوه قوي، بيخلي ريحه البيت ما شاء الله. بس البلكونه مطربه، كان في هوا عندنا والجو كان معفر شويه، فقلت استنى بس اما الدنيا تهدى شويه ان شاء الله هبقى انضف البلكونه واظبطها. ما شاء الله الورد شكله حلو خالص، ويفتح النفس كده على الصبح انك تقومي وتتشجعي وتعملي كل اللي نفسك فيه. فانا بروح لماما كل اسبوعين، بروح عندها يوم الجمعه. كل اسبوعين، مش بروح كل اسبوع. هنا بوريكم ان احنا يعني هاخد معايا ايه. دي الشنطه بتاعتي اللي باخد بيها فيها حاجتي، بحط فيها البوك، بحط فيها الموبايل، بحط فيها المفاتيح. حاجات بسيطه يعني، مش بس لما بروح الصبح، بمشي الصبح وباجي اخر النهار. مش ببات هناك عشان عندي شغل، وجوزي برضه عنده شغل، والمدارس والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، فمش بكتر يعني. بس كده بجهز شنطتي بقى، وبجهز ولادي وبيلبسوا وانا كمان بلبس، وباخد شنطه معايا فيها هدومنا، فيها غيار لكل واحد. مش بكتر، هو غير واحد بس، بيجامه يعني يلبسها هناك، بحيث ان احنا نقلع هدوم الخروج ونلبس البيجامات، عشان ما يبهدلوش نفسهم يعني ولا حاجه. وادي لبس ولاد اللي كنا لابسينه، الجو برد طبعا، فبنلبس جواكت لسه، لان احنا بنمشي مثلا ممكن نمشي 8 ونص، 8 9. فبرضه بنركب مواصلات بينا وبين ماما، بنركب مواصلات، فبيلبسوا لسه اللبس الشتوي لان الجو لسه برد. وده لبس عبد الله اهوت و... وساجدة برضو، فكلنا لابسين شتوي تقيل. انا كمان لبست وجهزت خلاص، وهنروح دلوقتي على نتكل على الله، هننزل من البيت وبعدين نروح العربية، بنركب موقف، نروح الموقف بتاعنا، بنركب عربية، وبننزل من العربية نركب توك توك. ده التوك توك بقى اللي انا رايحين فيه على البلد بتاعنا. بصوا بلدنا حلوة ازاي، بلدنا حلوة قوي 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 قوي. مدخل البلد بيديكي راحة نفسية رهيبة. كل المدخل خضرة وزرع. اللي هناك البعيد ده جامع كبير خالص كمان عندنا في مدخل البلد. ما شاء الله يعني، على مبني على مساحة كبيرة وعلى مستوى كمان. ربنا يبارك في أصحابه اللي بنوه يا رب. كل مدخل البلد بصوا الأرض الزرع والخضرة. أنا إن شاء الله برضو لما بروح هناك، بس أنا والله لما بروح عند ماما ما بقدرش إن أنا أقوم أو أروح ولا أجي، عايزة إن أنا قاعدة وخلاص. أهو برضو إحنا ماشيين في التوك توك أهو، ده مدخل البلد بقى. إحنا كده خلاص كنا في الشارع الطريق التاني كده، دخلنا على البلد خلاص. ما شاء الله في ناس عندنا بانيين فيلل وحاجات حلوة كده على مدخل البلد، ربنا يزيدهم من نعم الله يا رب. ما شاء الله يعني البلد مريحة خالص. انا بحب اروح هناك جدا جدا فوق ما تخيلوا. والله كنت على طول اقعد ازين على جوزي ان احنا نبني ونعيش هناك، بس هو كان دايما يقول لي هو حد يعني بيسيب المدينة ويروح يسكن في القرية؟ بس سبحان الله انا برتاح هناك، وبلاقي راحتي هناك، وبلاقي راحتي النفسية كمان والعصبية، اللقمة ما بتتاكلش بنفسي غير هناك، سبحان الله. ده كده مدخل البلد. لسه البيوت ده اهي هناك اهيت. خلاص احنا كده وصلنا. فانا عايزه اوريكم بقى ايه الجوله يعني في بيت بابا. دي الاوضه، اول اوضه. احنا بيتنا 3 اوض وصاله، هو نص قرات، 3 اوض وصاله ومطبخ وحمام. 3 اوض محندقين كده. ده الاوضه الكبيره بتاعتنا اللي احنا بننام فيها لما البنات مثلا بيروحوا بولادهم، او واحده تكون حبات عند بابا. لان احنا تقريبا كلنا اتجوزنا، ما عادش غير ولد وبنت صغيرين، ولا بيشتغل مع بابا، وبنت بتنام في الاوضه ديت. دي الاوضه بتبقى فاضيه، محدش بيبات فيها الا احنا. هما لسه مجددين، ده اللون الموف اللي انا كنت هقولكوا عايزه اعمل زيه. هنا بقى بلاقي راحتي. بلاقي سبحان الله، ما بروح هناك بحس والله العظيم مش عارفه بحاجات غير. اكيد كلكم برضه لما بتروحوا بيوت اهاليكم بتحسوا بنفس الاحساس اللي انا بحس بيه. حاجه كده غريبه، سبحان الله، شعور بالراحه، بالفرحه. مش عايزه اروح، عايزه اني قاعده، عايزه اني قاعده مع امي واخواتي، لان احنا بنتجمع انا واخواتي المتجوزين وبنتقابل في نفس اليوم يعني. ما بنكون مروحين وكده عشان نقضي اليوم كله سوا مع بعض، وبنتغدى غدوه حلوه وبنروح على العصر كده. دي الاوضه اللي انا بنام فيها، وما بعوز ارتاح بخش انام فيها برضه، امدد فيها. بيتنا بسيط، بيتنا عادي الحمد لله، عادي خالص. بس سبحان الله احلى من قصور كتير ما فيهاش راحه البال. ربنا يبارك لنا بابا يا رب، ويديله الصحه وطول العمر هو وماما، ويدنا البيت مفتوح بحسهم يا رب طول العمر يا رب. سراير عاديه خالص اهو زي ما انتم شايفين، ومراتب عاديه خالص. بنفرش في الارض اللي هي الحصيره البلاستيك او الشريط البلاستيك، كل بلد وبتسمي يعني. واحنا كنا لسه دهنين للشقه مع اخويا وهو بيتجوز، فلسه كانت مدهونه جديد يعني. فانا ده اللون اللي كنت بقول لكم انا عايزه اعمل زي لون الموف، بس يكون هادي شويه. بس مش عايزه اعمل الورد الدوائر، الحاجات البرتقاني والاصفر اللي فيه ديت. عايزه اعمله ساده يعني، بس لسه ان شاء الله ربنا يسلم الحال لما اجي ادهن الشقه يعني.
بس يا حبايبي ده البيت بتاعنا اهوت بسيط خالص وهادي ما شاء الله يعني، ودايما دايما جامع الحبايب، دايما جامع الحبايب يا رب. اهو بقول لك يعني لما نيجي نبات بننام، اختي مثلا بتنام على السرير التاني وبتاخد عيالي معاها، وانا وعيالي بننام هنا. ده الدولاب اللي احنا كنا عاملينه، كان بابا عامله لنا من زمان، من وانا في الثانوي تقريبا. بس الدولاب كانت مكسره، وبعدين دهنا لما جه اخويا اتجوز. ما شاء الله بقى الدولاب ده كان لامم هدوم عيله، يعني احنا 4 بنات وولدين، وبابا وماما يبقوا 8، ربنا يبارك ويزيد يا رب. لمم هدوم عيله يعني، وياما، وكان له ذكريات كتيره والله العظيم معاه. بس الحمد لله. ربنا يديمها نعمه يا رب، ويحفظها من الزوال، ويفضل كده دايما مفتوح بحس بابا وماما يا رب، ويبارك في عمرهم يا رب، ويديهم الصحه وطول العمر. آه ويبارك لي في اخواتي يا رب، ما يحرمنيش منهم ابدا يا رب. ده الاوضه اهوت انا بوريها لكم. هم حاطين هنا الفرش في الارض، اللي هو الحصريه بلاستيك، لأن احنا دور ارضي، وعشان سهل التنظيف، لان في الدور الارضي تراب كتير جدا، وبعدين ولاد كتير، الاطفال كتير يعني، فداخلين طالعين، فمش طبعا مش هينفع السجاد خالص معاهم. ده الاوضه اهيت بوريها لكم من بره اهيت، زي ما انتوا شفتوا اهوت. بسيطة خالص، هادية خالص، مش فيها عفش فخم يعني بقى الحمد لله، بس ما عندي العفش ده والله العظيم بالدنيا، والبيت الصغير ده هو عندي بالدنيا وما فيها، واحسن 100 مرة من احسن قصر. يعني انا امنية حياتي ان انا اروح اسكن معاهم هناك، بس اهو محدش بيسيب بيته بقى وجوزه وكده ويروح عند اهله. ربنا يمتع كل واحد فيهم يا رب بصحته وعافيته، ويمتعكم كلكم باهليكم يا رب، ما يحرمكوش منهم يا رب. فعلا والله الاهل دول سند وعزوة طول ما هم عايشين. انتي ظهرك مفروض، طول ما هم عايشين ومرتاحين انت ظهرك مفروض، وبالك مرتاح. ربنا يديمها علينا نعمة يا رب، ويحفظها من الزوال. اهو يا حبايبي البيت بتاعنا هو السرير اللي كنت بقول لكم ان انا بنام هنا يعني، وباخد راحتي هنا وبرتاح هنا. ربنا يجعلها يا رب ايام حلوه، حتى لما واحده مننا بتولد بيحصل او بتتعب مثلا، بتعمل عمليه لا قدر الله وعايزه تروح عند اهلها، بنيجي بنقعد في الاوضه ديت. آه، ادعوا لنا كده يا رب يصلح الحال يا رب ان شاء الله. ورحت حتى النهارده ولقيت اخويا، مفاجاه حلوه خالص، كان اخويا في الجيش ولقيته جه، ده الشنطه بتاعته. كده احنا خلاص اوريتكم الاوضه ديت. هنخش على الاوضه التانية، دي اوضه بابا وماما، او الاوضه الاحتياطي، يعني عشان بابا في الشغل على طول، ما بيجيش من الشغل غير كل يوم خميس. دي الاوضه بتاعتهم يعني، وساعات احنا بننام فيها برضه لو بابا مش موجود. وديت طبق حلويات اهيت، كنا عشان الاسبوع يعني، والحاجات ان شاء الله قريب باذن الله بصور لكم. ودي شنطه هدومنا، وديت اللي هناك ديت كراتين مكرونه ماما جايبها لنا عشان تدينا الموسم بتاعنا. ودي العجله كانت بتاعتي، بس ماما خلاص ما انا اديتها لماما، بس ما عادش مش بتستخدمها، فركناها كده. والسرير بسيطه اهوت الحمد لله، الشقه بسيطه خالص بس نظيفه وزي الفل، وكفايه ان هي تاخد من تساع من حبايب الف. دي كفايه والله العظيم، كفايه فعلا. والتلاجة بتاعتنا اللي هناك ديت انا جايبه، انا واختي يعني، احنا 3 بنات متجوزين، وماما جايبين نفس نوع التلاجة ونفس الحجم، بس باختلاف الالوان. يعني انا جايباها بيضه، واختي التانية بيضه تقريبا، اه، وماما واختي تانية جايبينها اللون الاخضر ده. بس هي تلاجة كريازي تحفه في الشغل. عيبها الوحيد البارومه، مش بصي حصان شغل، ما بتفصلش شغل. عيبها الوحيد البارومه، بيمسك فيها البارومه بطريقه رهيبه. وانا عالجتها عندي في القناه بتاعتي، عالجت التلاجة بتاعتي، هبسيب لكم برضو الفيديو ان شاء الله في صندوق الوصف باذن الله، عشان لو عايزه تجددي تلاجتك باذن الله يعني، ولا تخليها جديده، هبسيب لكم بتاع الفيديو باذن الله. الاوضه من بره هي زي ما انا بوريتكم، عاديه خالص وبسيطه خالص، تقريبا ما حدش بيدخلها، لان احنا لما بنروح ولا حد بيدخل الاوضه التانيه غير لما نيجي ننام. احنا لما بنروح بدنا قاعدين في الاوضه اللي هي فيها الكنب، اللي هوريها لكم دلوقتي ان شاء الله. قاعدين فيها بقى، اكلين شاربين، قاعدين شاربين الشاي، فيها التلفزيون، وفيها قعدتنا كلها، ما بنقومش منها، ما حدش بيخش الاوضه خالص. ودي الصاله بتاعتنا، بيتنا صغير خالص، بس الحمد لله يعني، زي ما قلت لكم بيسامح حبايب قلب. ودي الصاله بتاعتنا هي صغيره خالص بسيطه. البرواز الاخضر اللي هناك ده يعني عندنا من يوم ما بابا وماما اتجوزوا، انا عندي 32 سنه، وقعدوا سنتين على ما خلفوني، يعني بقاله 34 سنه، وما شاء الله زي ما هو. ربنا يبارك يا رب. والراديو على طول شغال، قرآن في البيت ليل ونهار. الصلاة صغننة ومحندقة، بس احنا مش بنقعد فيها يعني، احنا بس عاملينها كده لو ضيف جنة ولا حاجة. احنا بنقعد بقى في اوضة الكنبة اللي انا وريتها لكم ديت. دي الأوضة، هي الأوضة كمان صغيرة، فاحنا مش عارفين نحط فيها كنب كتير، فحاطين فيها كنبة عشان ماما تبقى تقعد عليها، واحنا قاعدين بقى ايه في الأرض، بنقعد على المساند كده في الأرض. الأوضة بسيطة خالص، هي ديت لمبة كهرباء يعني، بابا بيبيعها، ماما بتبيعها. والشعلة اللي هناك دي بنشرب عليها أحلى كوباية شاي، وقاعدين بقى بنتدفى عليها في الشتاء، وبتبقى أيام زي العسل والله العظيم. ربنا يديم على كل واحد فيكم السعادة يا رب والفرح.
و... وتفضلوا دايما كده مبسوطين طول العمر، يا رب يا رب يا رب يا رب. ويمتعكم باهاليكم يا رب، ويمتعكم باخواتكم، ويمتعكم بحبايبكم ابدا ما حييتوا يا رب. الاوضه بتاعتنا دي صغيره زي ما أنا قلت لكم، مش بنحط فيها كنب كتير. ودي البلكونه، عندنا بلكونه صغننه برضه من بره عشان الدور الارضي. احنا بنبيع عندنا محل كهرباء صغنن كده، بنبيع في الحاجات بتاعتنا ديت اهيت. والتلفزيون بتاعنا طبعا اللي بنقعد قدامه ده اساسي. ودي البلكونه بتاعتنا، واللي هناك ديت العربيه بتاعتنا، عربيه صغننه كده. ودي بقت حاجات الكهرباء والحاجات اللي بحكي لكم عليها دي. بس كده يا حبايبي، دي جوله بسيطه